الكرة حتى يخلي اللاعبين مرتاحين. وتعرفوا بأنه في الكرة الفريق اللي يدافع هو اللي يتعب. الكرة وجاريث بيل خطيرة، جاريث بيل جول فعل الويلزي وافتتح مجال التسجيل في الدقيقة 25 والتحق ببنزيما في عدد الأهداف 13 هدفا لجاريث بيل خرج خلف دفاع فريق غرناطة مفتتحا مجال التسجيل عند الدقيقة 25. فعل جاريث بيل. الريال صار متفوق في سانتياغو على غرناطة بهدف مقابل 0. خلوني نقول بصعوبة لحد الآن لأن غرناطة أتيحت له فرصتين للتهديف. نزال كبير وصراع كبير. اختفى الكرة، راوغ الحارس دخل بها جاريث بيل بيسراه يسجل الهدف الأول للريال بعد هذه الكرة بالخطأ من ديغو ماينز. ريال مدريد هدف غرناطة 0 عند الدقيقة 25. يا ماينز ماذا فعلت أمام العملاق؟ ماذا فعلت أمام الوحش جاريث بيل؟ عندما تخطئ بهذا الشكل تدفع الثمن والثمن غالي. قوة بدنية كبيرة جدا عند جاريث بيل. لو استعملها كما ينبغي. لو براعة كبيرة جدا. واحد من أفضل المدافعين في العالم في مكانه. توني كروس، بنزيما، رونالدو، رومي خميس، رونالدو جول لكريستيانو رونالدو الثاني للريال، 32 لكريستيانو رونالدو. ضغط رهيب على عناصر نادي غرناطة عندما يغضب الريال وعندما يضغط الريال وعندما يسيطر الريال لا يمكن سوى أن يسجل. الأول عن طريق جاريث بيل والثاني عن طريق كريستيانو رونالدو. جاءته كرة على طبق أيدي عاد مرة ثانية. ليس هناك وضعية تسلل من كريم. هيأ الكرة ثم رجعت خماس لرونالدو. رونالدو بيمناه في الزاوية اليسرى لأوير. الريال هدفان غرناطة 0 بعد مرور 30 دقيقة من عمر الشوط الأول من هذه المباراة. يا ويل من يغضب عليه فريق ريال مدريد. حتى خماس رودريغيز يلعب على كريستيانو رونالدو. رونالدو مع مارسيلو. رونالدو لمارسيلو. رونالدو جول الثالث للريال، الثاني لرونالدو والثالث والثلاثين لرونالدو. 210 لكريستيانو رونالدو. عدد الأهداف في الليغا منذ مجيئه من مانشستر يونايتد 3-0. صارت النتيجة الضريبة غالية. دفع ثمنا غاليا فريق غرناطة أمام فريق ريال مدريد. قبل 10 دقائق من نهاية المباراة رونالدو لمارسيلو. مارسيلو تضرب في الحارس وير، ترجع لرونالدو خلاها له بنزيما الثالث للريال. 3-0 لريال مدريد أمام غرناطة. الهدف الثالث والثلاثين لكريستيانو. الهدف 210 لرونالدو مع في بطولة لا ليغا مع ريال مدريد. قوة كبيرة عند كريستيانو رونالدو عندما يأتي من بعيد وينسيس. أغلب الظن أنه يكون جيبو كورتوا. رونالدو مرة ثانية. رونالدو بابا جول. تسديدة صاروخية من كريستيانو رونالدو كادت تكسر أصابع أوير ويسجل الرابع والثالث له في هذه المباراة. 34 هدف لرونالدو، 211 هدف في المجموع. كريستيانو رونالدو وكأنه غضب. كريستيانو رونالدو وكأنه يريد أن يقول للجميع بأن الريال لم يضيع اللقب. الريال لم يتأثر بالخسارة أمام البارسا. التنافس على اللقب ما زال. تسديدة قوية جدا من كريستيانو كادت تكسر أصابع الحارس أوير الذي لم يتمكن من صدها لأنه صاروخ والصاروخ لا يصد ولا يرد. قوية جدا هذه التسديدة. صارت النتيجة 4-0 قبل 7 دقائق من نهاية الشوط الأول. ريال مدريد أمام غرناطة في منتصف. السيطرة ما تزال متواصلة من جانب عناصر فريق ريال مدريد. كرة مرفوعة في القائمة الثانية صعبة كثير بالراس. لا كريم بنزيما. جول لكريم. هدفه 14 كريم بنزيما يلتحق بجاريث بيل يقول له إن تسجل أسجل أنا أيضا. 5-0 صارت النتيجة لصالح ريال مدريد أمام غرناطة. كريم بنزيما في نهاية المطاف استلم بالصدر وفي وسط عدد كبير من اللاعبين وقف الكرة بالمراوغة بالصدر وسددها في الزاوية اليمنى لمرمى الحارس. 5 أهداف مقابل 0 لريال مدريد. لا بل في الزاوية اليسرى. 5-0 لريال مدريد أمام غرناطة.
النتيجة ثقيلة وثقيلة جدا بالنسبة للريال. مباراة في اتجاه واحد. مارسيلو يرفع كرة من هناك لجاريث بيل. كريستيانو الرابع لكريستيانو والسادس للريال. 6-0 صارت النتيجة. جاريث بيل حطها على الطبق لكريستيانو رونالدو. الهدف السادس لريال مدريد، الهدف الرابع لكريستيانو رونالدو في هذه المباراة، الهدف ال35، الهدف 212 بالنسبة لكريستيانو رونالدو. الرباعية لرونالدو مرة أخرى. شوف اللعبة كم كانت رائعة. جاريث بيل في تقدير الحكم لم يكن في وضع التسلل، حتى على طبق لكريستيانو في القائمة الثانية بالراس. يسجل الهدف الرابع في هذه المباراة ويسجل الهدف السادس لريال مدريد. راح نعيش مهرجان من الأهداف مشاهدينا الأفاضل. صارت النتيجة 6-0. هذا كريم بنزيما. جاريث بيل وكريم. كريم يوصل عليه أربيلوا يرفع كرة لكريم. كريم مرة أخرى كريم يسدد. كريم وجول. 7-0 صارت النتيجة. نعم مشاهدي الأفاضل للريال أمام غرناطة وثنائية لكريم بنزيما. ياراميندي راح يدخل الآن. 7-0 صارت النتيجة. 3 أهداف في بداية هذا الشوط الثاني. ياراميندي يدخل في هذه اللحظات في مكان توني كروس. اللعبة كم كانت رائعة هنا. كريم بنزيما استلم، سدد الكرة، ضربت في الدفاع وباغتة الحارس. يدخل عسير ياراميندي. رونالدو سجل أول رباعية مع قد يسجل أول خماسية مع الريال. سجل صعب الكرة هذه وتوغل خطير جدا. جول. هدف أول لنادي غرناطة في خطأ. كنت أتحدث منذ حين عن التركيز الكبير لدفاع الريال ولفريق الريال. خطأ في المتابعة والمراقبة. يتوغل مهاجم فريق نادي غرناطة روبير إيبانيز ويفتح مجال التسجيل ويسجل 3 أهداف هذا العام مع فريق غرناطة. هدف الشرف يسمى في لعبة كرة القدم أنك تسجل هدف بهذا الشكل. توغل في العمق إيبانيز أمام الثنائي رافائيل أربيولو وكذلك سيرجيو راموس، وباغت الحارس إيكير كاسياس مسجلا الهدف الأول لصالح غرناطة. إيبانيز يباغت. هايله الكره للوكا مودريتش على الجهه اليمنى. توزيع عرضيه. لم يكن ينقص نادي غرناطة سوى نيران صديقة تسمح للريال بتسجيل هدف ثامن عن طريق المدافع ديغو ماينز القادم من ايدينيز. يسجل الثامن للريال ضد مرماه يا ماينز، ضد مرماك يا ماينز. 8-1 صارت النتيجة بعد التوغل من هناك عن طريق لوكا مودريتش. ماينز الريال لم يكن بحاجة إلى مساندتك ومساعدتك. التغطية من من ماينز يسمح للريال بإضافة هدف ثامن. هل يسمح رونالدو في تسجيل أول خماسية له مع الريال؟ أول خماسية لكريستيانو رونالدو مع الريال فعلها. 9-1 لريال مدريد. أدخل نتيجة للفريق الملكي هذا الموسم في الدوري. وأنجيلوتي واقف جالس لم يتحرك ولم يحرك ساكنا. رونالدو يصنع الفارق بخماسية اليوم هي الأولى معه مع الريال. رونالدو يصنع الفارق ويعمق الفارق في رياضة ترتيب هدافي لا ليغا لهذا الموسم. باليمنى يسجل، باليسرى يسجل، بالراس يسجل. رونالدو أحسن لاعب في العالم. ظاهرة كروية سيبقى يذكرها التاريخ دون شك. ارتقى في القائمة الثانية، حطها في الزاوية اليمنى. 5 أهداف سجلها كريستيانو اليوم. 8-9 لفريق ريال مدريد. نعم 8 للريال وهدف من نيران صديقة من ديغو ماينز. 9-1 في النتيجة.
أثقل نتيجة يسجلها الريال هذا الموسم أمام غرناطة صاحب المركز ما قبل الأخير في الدوري. رونالدو تاع الدقيقة الأولى كما رونالدو تاع الدقيقة الأخيرة، من حيث الفورمة ومن حيث الإصرار ومن حيث الإرادة ومن حيث